في خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى القارة الإفريقية، شرع المغرب في استخدام الكاميرا العنكبوتية من طراز أومني كام فور سكاي التابعة لشركة ميديا برو ضمن التحضيرات التقنية لاستضافة كأس إفريقيا لكرة القدم 2025. وقد شهد ملعب فاس أولى تجارب هذه التقنية خلال الاستعدادات للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره البنيني. تعد الكاميرا العنكبوتية إحدى أكثر التقنيات تطوراً في عالم التصوير الرياضي، حيث تركب على أسلاك ممتدة فوق أرضية الملعب، مما يتيح الحصول على لقطات بانورامية وزوايا تصوير ديناميكية لم تكن ممكنة من قبل. وقد جرى اختبار هذه التقنية مؤخراً في ملعب فاس بهدف تعزيز جودة النقل التلفزيوني وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور. ويعد المغرب أول بلد إفريقي يعتمد هذه التقنية بشكل شامل في جميع الملاعب التسعة المخصصة لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 في سابقة تتجاوز حتى بعض الدول الكبرى في تنظيم البطولات مثل قطر التي لم تعتمد التقنية ذاتها في جميع ملاعب كأس آسيا الأخيرة. تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الإنتاج التلفزيوني الرياضي في المغرب من خلال إدخال أحدث المعدات والتقنيات التي من شأنها تقديم تجربة مشاهدة متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية. وقد أكدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بصفتها المنتج الرسمي لبث مباريات كأس إفريقيا 2025 أن الكاميرا العنكبوتية ستكون حاضرة في جميع الملاعب، ما يعكس التزام المغرب بتقديم نسخة احترافية بكل المقاييس. تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من التحول الرقمي الذي يشهده الإعلام الرياضي المغربي، حيث صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في أكتوبر 2024 على مشروع جديد لتعزيز العرض التلفزيوني الرياضي الوطني. ويشمل هذا المشروع إطلاق 4 قنوات رياضية موضوعاتية جديدة: الرياضية 1 والرياضية 2 الرياضية 3 والرياضية 4، ستبث برامجها على مدار الساعة عبر الأقمار الاصطناعية وبوسائط تقنية حديثة. تشكل هذه التجارب التقنية جزءاً من التحضيرات الشاملة التي تسبق انطلاق البطولة القارية، وتهدف إلى ضمان جاهزية المغرب من الناحية اللوجستية والتقنية لاستضافة حدث رياضي بمستوى عالمي. ويمثل إدخال الكاميرا العنكبوتية إحدى أبرز معالم هذا الاستعداد، حيث تتيح للمشاهدين سواء داخل الملاعب أو عبر الشاشات متابعة تفاصيل المباريات بدقة واحترافية عالية. من خلال هذه المبادرات الطموحة يثبت المغرب مرة أخرى ريادته في المجال الرياضي والإعلامي بالقارة الإفريقية، ويؤكد استعداده لتنظيم نسخة استثنائية من كأس إفريقيا 2025. وبينما تتواصل التجارب والتحضيرات، يبدو أن الجمهور على موعد مع تجربة كروية مبهرة، سواء من حيث مستوى الفرق المشاركة أو جودة التغطية الإعلامية التي سترافق الحدث.